السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اهلا بيكم في قناتكم الرحاب ام عمر. صباحكم فل، صباحكم ورد، صباحكم بحر. يعني النهارده انا ما كنتش ناوية اصور البحر تاني لغايه ما يبقى في تطور او في تغيير، لكن انا النهارده بجد يعني رايحه سيدي بشر. عديت على شاطئ استلي، استغربت شكل الميه، يعني حسيره دي شويه. انا دخلت الشاطئ نفسه عشان اوريكم بقى الميه عامله ازاي من جوه. يعني منظر انا في اول مره في حياتي بجد اشوفه، يمكن ما صادفنيش الحظ قبل كده ان اشوفه، لكن اول مره، فحبيت ان انتوا تشوفوا معايا. ده ستانلي. سعر التيكت الدخول 25 جنيه، ترابيزه وكرسي وشمسيه. ودي كمان ستانلي اهي، والكورنيش فوق، وقدامنا طبعا كوبري ستانلي. ده كده الشاطئ اهو، نتفسح مع بعض ونشوف برضو ونطمن على الشواطئ. الجو روعه طبعا، تحفه ما شاء الله. بصوا البحر، سبحانك يا رب. قلتوا لي احنا عايزين تصوير من على الشواطئ، وكنا واخدين عند محطة الرمل مقياس كده عشان نعرف حالة البحر. فانا كنت رايحة سيدي بشر، لكن شكل ستانلي خلاني نزلت. والله بصوا المنظر روعة. انا اتمنى بجد يعني، ولعله خير زي ما ناس كتبوا لي كتير، ان كده الشواطئ ترجع زي ما كانت، واسكندرية ما تغرقش. ان شاء الله مش هتغرق. استمتعوا بقى بالمشهد الخطير ده، تحفة. بصوا طبعا مساحة الرملة هي، لكن البحر هادي. بصوا هادي ازاي. معروف طبعا ان ستانلي من اعمق شواطئ اسكندريه، يعني احنا عندنا في اسكندريه يقولوا عليه لا ستانلي غريق، ما نحبش نجي، بنحب نيجي نقعد بس كده نتفرج على المناظر التحفه اللي فيه. بصوا النهارده عامل ازاي. بصوا شكل الميه، يا رب يكون طالعه حلوه في التصوير. مصور عادي من غير اي فلاتر ولا اي حاجه، والحقيقه بتبقى احلى من الفيديو كمان. بصوا البحر مطلع ايه. بواقي الأصداف والقواقع، الحاجات اللي تبقى في أرضية البحر. مفيش صوت حتى البحر. بصوا من جوه، شايفين جو رومانسي قوي. تحفة ما شاء الله. الناس قاعدة وموجودة، والشاطئ زي ما هو يعني، ما نقص، ما يعني الرملة ما زادتش حاجة خالص، مكانه زي ما هو. لكن زي ما قلت الموج هادي زي ما انتم شايفين كده اهو. تعالوا نقرب للمية شوية. هنا في قاعدة حلوة قوي على الممر ده، من جوه المية كده، تحفة، تبع الكافيين. شايفين الربع متر ده او النص متر،
هو ده يعني اعتقد ده الفرق، لكن هناك مفيش فرق خالص. في الحتة دي هو حوالي متر الا. شايفين في صخور هناك باينة اهي، مكانتش بانت دي برضو قبل كده. نقف تحت الكوبري ده، كنا زمان نقولوا عليه كليوباترا حمامات اللي جنب ستانلي ده. تمام، يلا بينا نروح شاطئ تاني. تعالوا نطمن على شواطئ سيدي بشر وادوارد الخراط، ونشوف كده لو لقينا اي حاجه غريبه في السكه ان شاء الله هنصورها. يلا بينا. وصلنا سيدي بشر. ده جامع سيدي بشر. دي الشواطئ اللي كنا دايما نصور فيها، وادوارد الخراط قدام. هنبص كده من فوق. احلى حاجه ان في الموضوع ده لون الميه. اسكندريه قلبه كده على مطروح اليومين دول. بصوا اهو الشاطئ اهو بالملي زي ما هو، مفيهوش اي حاجه. هو ربع متر اللي هو وريتكم فيه الصدف برضو موجود هنا اهو. بصوا الاطفال في الميه ازاي. الاقينه بيستحموا. الجو جميل بصراحه، يعني جو نزول. تعالوا نقرب اكتر وننزل تحت. سعر الدخول 15 جنيه الفرد، ترابيزه وكرسي وشمسيه، صيف شتاء. تمام. الله، حاجة تريح الأعصاب بصراحة. ده معنا نعمة يا رب. أهو بصوا، هي الجزء ده بس كده أهو، نص متر أو متر عشان واقفة من بعيد. والمية أهي لؤلؤ كريستال ولا إيه. يا بختك يا بختك يا بختك. ساقعة. الشمس طالعة. تعالوا بقى نشوف ادوارد الخراط، ونحاول بعد ما نطمن هناك على المنطقة اللي كان فيها الجلاشين هناك هم، اللي كان فيها التكسير وفيها الحاجات دي، نشوف الموج والبحر وصل فين لغاية المية ولا الرملة. وايه الجلاشين دول يا عمر؟ دول الناس بيدوروا كده على اي حاجة في قاع البحر، دهب، فضة، واقعة، اي حاجة بتبقى من الصيف بتبقى البحر بيرميها في الايام دي. اهو بصوا، تعالوا نروح من هناك احسن. ده جزء من سيدي بشر، وادوارد الخراط بعديه على طول. دول الجلاشين هم، ربنا يرزقهم كل واحد وشغله سبحان الله. فاكرين هنا لما صورنا يوم الزلزال والتكسير اللي حصل على الشاطئ؟ اهو بصوا الرملة رجعت ازاي. طبيعي على فكرة، يعني هم حتى لسه ما شالوش سوري في الكلمة، يعني الزبالة والحاجات الموجودة والحاجات المتكسرة. ودي الرملة بترجع لما البحر بيهدى، زي ما قلنا بيحصل سحب طبيعي للرمل. تعالوا نروح هناك في الحتة اللي كان فيها اكتر دمار، يعني دمار. في ناس بتقول لي هو ده انهيار؟ احنا قلنا انهيار الرصيف ولا انهيار الشارع؟ احنا قلنا انهيار الشاطئ كان منهار.
يعني بصوا اهو، يعني الحمام نفسه المبني بالطوب ده كان متكسر وكلام من الناس، وبصوا المنظر عامل ازاي. كل ده طبعا على الصيف هيتشال. بصوا ده انهيار ولا مش انهيار ده اهو. على الصيف كل ده ان شاء الله باذن الله هنيجي نصوره كده واحنا مبسوطين وفرحانين، مش هيبقى فيه اي حاجه من دي باذن الله. بصوا الغطاسين 10 جنيه دخول الشاطئ. في الصيف برضه هيبقى ب10 جنيه. هنا بقى دي اللي كانت الحته دي اهي، فاكرينها اللي كان الموج بيضرب وكان مكسر الدنيا وكسر الرصيف. ده الحمام اهو اللي واقع كمان. شايفين الهدوء؟ البحر بقى ترعه. بصوا العمدان دي اول مره اشوفها، الحديد دي. طبعا الميه قليله جدا، هم قافلين طبعا البوابات عشان الناس بتنزل. خير ان شاء الله، ربنا يستر. ده المكان اللي صورنا فيه، اللي كان فيه التكسير على الرصيف قدام شويه كده. هنا تعالوا نروحوا زي قلتوا لي عايزين نشوف بير مسعود. يلا بينا نعدي ونركب تاني ونروح بير مسعود. يعني دي كومنتات جت، صورنا من بير مسعود، صورنا من سيدي بشر، صورنا شاطئ. فطبعا انا ما اقدرش حد يطلب حاجه بصراحه، لازم طلباتكم اوامر يعني من الاخر. حبايبي يلا بينا نروح بير مسعود. مشيت حته صغيره دوبك عدينا على شاطئ ميرامار ونادي السيارات. وزي ما انتم شايفين بصوا الصخور دي ظاهره واضحه جدا، عمرنا ما شفناها هنا. دي جوه البحر على فكره، عامل لكم زوم عشان تشوفوه. ده كان يعني يقال عنه اخطر شاطئ في اسكندريه، كان الشباب ينطوا، كنا نحذر دايما ما حدش ينزل هنا. شايفين عامل ازاي الصخور كلها طبعا باينه. هنقرب اكتر. ساتر. بصوا انا نزلت تحت خالص والصخره كده دي فوق اهو، الميه ناقصه. شايفين الحلبة البيضه دي زي الشعب كده اهي. طبعا الميه كانت عند الخطوط البيضه دي، نزلت الشويه دول. يلا نروح الناحيه التانية. بصوا طبعا دي الصخور بتاعت بير مسعود احنا عارفينها، يعني دي اكيد برضو الصخور دي كانت تحت البحر في يوم من الايام ووصلت وركزت وبقالها عمر بالشكل ده، لان دي صخور دي كانت تحت البحر. فممكن يكون اللي بيحصل ده طبيعي والارض بتتشكل من جديد. يعني في ناس كتبت لي كده. كلنا طبعا بناخد وندي مع بعض واراء ونتفق ونختلف، لكن في الاخر هنقول احنا مصيرنا كله بايد ربنا وان شاء الله خير. محدش عارف غير ربنا، هو وحده اعلم. ناس بتقول شفنا قبل وناس بتقول ما شفناش، كل واحد حسب ظروفه. حتى العلماء اختلفوا يعني. زي ما شايفين الابيض ده كله كان تحت البحر او المية يعني وصلوله. شايفين الصخور؟
هناك حتى الجزيرة اللي بعد البلوكات دي، بصوا المية برضو الأبيض ده كله كان تحت. وزي ما شفنا النهاردة وزي ما طلبتوا الشواطئ، خدنا أكتر من مكان في الفيديو بتاعنا. اطمنوا خير إن شاء الله، ودعواتكم أهم حاجة تغير القدر، لعل دعوة يا رب ترفع عننا البلاء إذا كان ده بلاء، وإن شاء الله خير. ما تنسوش لايك وشير وفعلوا الجرس واشتراك في قناتنا. لو أول مرة نشوفونا هنكمل فيديوهاتنا في كل مكان في اسكندرية، أسواق ومزادات وشوارع، وإن شاء الله داخلين على شغل الصيف والشاطئ. متشكرة جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.